السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأفاضل في هذا الفيديو الذي سنخصصه لتاريخ المواجهات المباشرة ما بين المغرب والسنغال على هامش لقاء نهائي كأس إفريقيا للأمم الذي سيجمع بين المنتخب المغربي ونظيره السنغالي. وللإشارة هذه أول مباراة يلتقي فيها المغرب مع السنغال في نهائيات كأس أفريقيا. وفي السابق فالمنتخبان تلاقوا في مجموعة من المباريات، وشخصيا كنعتبر أبرز مباراة تلاقوا فيها هي إقصائيات كأس العالم 2002 اللي تنظم في كوريا الجنوبية واليابان، واللي كانت مباراة الذهاب هنا بالرباط انتهت بصفر لمثله. وفي الإياب المنتخب المغربي كان كيحتاج فقط للتعادل لكي يتأهل للمونديال، لكن للأسف انهزم بالسنغال بهدف مقابل لا شيء ليتأهل المنتخب السنغالي إلى المونديال ويقصى المنتخب المغربي. إذن على أي سنذكر هذه المواجهات اللي تلقوا فيها المنتخبين، واللي كانت المواجهة الأولى ما بين المغرب والسنغال كانت برسم سنة 1900 أو برسم تصفيات مونديال 1970 بالمكسيك، وهي أيضا من المباريات المهمة اللي تلاقوا فيها، بحيث المنتخب المغربي انتصر هنا بالمغرب بهدف واحد مقابل لا شيء، وانهزم في السنغال بهدفين مقابل هدف واحد، ولعبوا مباراة فاصلة في لاس بالماس وانتصر المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء. وهذه أيضا كيف ما قلنا من المباريات المهمة ما بين المنتخبين، إلى جانب اللقاء ديالهم في تصفيات مونديال 2002. أيضا كانوا مجموعة من المباريات الودية ما بين المنتخبين، بحيث لعبوا مباراة ودية سنة 1972 والمغرب انتصر ب3-1. من بعد منها أيضا تلاقوا في تصفيات كأس العالم 1974، أيضا من المباريات المهمة. هنا في المغرب تعادلوا بصفر لمثله، ولكن في لقاء الإياب في السنغال المغرب انتصر بهدفين مقابل هدف واحد. من بعد منها في تصفيات كأس إفريقيا 1976 المغرب انتصر هنا في المغرب 4 أهداف دون رد، وفي السنغال المغرب انهزم بهدفين مقابل هدف واحد. من بعد منها لعبوا مباراة ودية وانتصر فيها المغرب ب3 أهداف مقابل هدفين. غادي يلتقيوا من بعد ذلك في تصفيات مونديال 1982 المغرب انتصر في السنغال بهدف واحد مقابل لا شيء، وفي مباراة العودة بالمغرب انتهت بالتعادل السلبي 0 لمثله. تلقاو أيضا في تصفيات الألعاب الأولمبية اللي تجرات في موسكو 1980. المغرب انتصر هنا بهدف ل0 وانهزم في الإياب بنفس النتيجة، ولكن انتصر في ضربات الجزاء الترجيحية ب6 مقابل 5. من بعد منها لعبوا مباراة ودية سنة 1981 وانهزم فيها المنتخب المغربي بهدفين مقابل لا شيء. ومن بعد منها أيضا كانت مباراة ودية في 1983 فاز فيها المنتخب السنغالي بهدف مقابل لا شيء. غيجي يتجدد أيضا اللقاء ديالهم برسم تصفية الألعاب الأولمبية ديال لوس أنجليس 1984. المغرب انتصر هنا بهدف مقابل لا شيء، وتعادلوا في الإياب بهدف مقابل هدف. غيلعبوا من بعد منها واحد المباراة ودية في سنة 1984 وانتصر فيها المغرب بهدفين مقابل هدف. أيضا غتكون مباراة ودية بيناتهم في 1989 المغرب غينتصر أو عفوا غينهزم بهدفين مقابل هدف واحد. أيضا في 1990 لعبوا مباراة ودية وانتهت بصفر لمثله. غيتلاقوا أيضا في تصفيات مونديال 1994 وغينهزم أو غينتصر المنتخب المغربي ذهابا وإيابا. في الذهاب انتصر بهدف ل0، وفي الإياب انتصر المغرب ب3-1. وكيف ما كنلاحظوا فتلاقوا في تصفيات كأس العالم عدة مرات.
لعبوا أيضا واحد المباراة ودية في 1995، المغرب فاز فيها بهدفين نظيفين. غيتلاقاو أيضا في تصفيات كأس إفريقيا للأمم بوركينا فاسو 1998. المغرب تعادل في الذهاب صفر لمثله في السنغال، وانتصر هنا في الإياب بثلاثة الأهداف مقابل لا شيء. لعبوا مباراة ودية في نفس السنة، المغرب انتصر فيها بهدفين لصفر. ثم مباراة أخرى في 1999 وتسالت بصفر لمثله. وغيتلاقاو في هذه المباراة اللي قلنا ديال تصفيات كأس العالم 2002، صفر لمثله في السنغال هنا في المغرب، وهزيمة المنتخب المغربي في السنغال ب3-1. وغيلعبوا مباراة ودية في 2003، المغرب انتصر بهدف لصفر. أيضا في 2007 مباراة ودية فوز المغرب ب3-0. وأيضا في 2011 مباراة ودية المغرب انتصر بهدفين لصفر. ومباراة أخرى في 2012 انتصرت السنغال بهدف لصفر. ومباراة أخرى في 2020 المغرب انتصر بثلاثة الأهداف مقابل هدف واحد. إذا من أصل 34 مواجهة، المغرب فاز 19 مرة وخسر 8 ديال المرات، وتعادلوا في 7 مرات. المغرب سجل 44 هدف في حين السنغال سجلت 20 هدفا. إذا هذا كل ما يتعلق بالمواجهات المباشرة ما بين المنتخبين المغربي والسنغالي، ونتمنى أن تكون المواجهة المقبلة يوم الأحد القادم لصالح المنتخب المغربي، ويتوج بهذا اللقب الإفريقي الذي غاب عن خزينة المنتخب الوطني ل50 سنة. إذن كامل التوفيق للمنتخب الوطني، ونتمناها أن تكون مغربية وأن تبقى الكأس القارية داخل التراب المغربي. دمتم بخير.